عوده الدوري بنظام المجموعه الواحده كان حتمي، شيء حتمي هيحصل السنه دي او هيحصل الموسم القادم. فانا بحيي اتحاد الكوره ان هو خد الخطوه وعملوا مجموعه واحده. ما عندناش مشاكل خالص في مدينه بورسعيد ان احنا نقابل النادي الاهلي ونواجهه بمنتهى الحب ومنتهى الروح الرياضيه. زي ما حضرتك تفضلت وقلت لو في حد قام باي دور من شأنه دور اجرامي فيما حدث في استاد بورسعيد فيقدم للعداله. يعني برضه خلينا اقول ان الناس اللي حتى اتاخدت كده في الموضوع البورسعيديه المقهورين اللي حتى مرمين في السجن دلوقتي، انا متاكد ان هم يعني براء تماما مما حدث. اتمنى ان اللي عمل يقدم للعداله والبريء ياخد براءته، وانا واثق تماما تماما ان ابناء بورسعيد بعيد كل البعد عما حدث، وبتمنى لهم طبعا البراءه، وبعزي اهالي الضحايا جمهور النادي الاهلي. احنا في مدينه بورسعيد يعني بجد زعلانين جدا على اللي حصل، لانه مس مدينه بورسعيد طبعا. فانا بقدم لهم التعازي وبتمنى البراءه للناس اللي في ابناء بورسعيد اللي في السجن حاليا، طبعا بالقضاء طبعا ان شاء الله. وانا بحترم القضاء جدا وواثق ان القضاء هيبرأ ابناء بورسعيد. فخلينا احيي اتحاد الكوره على الخطوه الجميله، واتمنى ان الدوري يمشي بشكل منتظم بدون ايقافات وبدون شغب وبدون اي معوقات، وان شاء الله تخرج المسابقه بالشكل المأمول باذن الله.